الا كان هذا الشيء ماشي حقيقي نمشيو حنا للحبس كاع. باش تقول لي ان الشيخ فوق القانون فلا ثم لا. قياد مشاو للحبس، مسؤولين كبار في المغرب ومشاو للحبس، وما بالك بالشيخ؟ هذا غير لاقي هذيك البلاصه فيها الناس دراوش وزارعين فيهم الخوف وكيدير فيهم ما بغى. حنا دابا كنخافوا في البيوت ديالنا يطرى لينا شي حاجه، حنا كنادي السي الحموشي يدخل في هذا الشيء. الا ما كانش هذا الشيء صح، حنا ديك العرض وهذاك وباني فيه الدار في الوسط، وجا هذا السيد سد عليا الطرقان، سد عليا الطريق، ودرت الشهاده ديالي باش جلت في المحافظه. يعني العقود ديالي راه لقيتوا راسكم في المحكمه. حنا ملي دابينا هذا، ملي درنا به واحد الشكايه عند القايد بانه هو كان كيفرق هذاك الدقيق ديال المدعم، قلنا لي هذا، قال لك اودي انتم كاع غادي نحيدكم من هذا الارض، راه كان ديال الوالد. قلت له اودي راه كان ديال الوالد. واش هاد الناس كيحيدوا اللي بغاو ويديروا اللي بغاو؟ سيدي قال لك اسيدي حنا غادي نحيدكم. ملي دويتوا على الدقيق المدعم قال لكم غادي نحيدكم من الارض. قال لي انتم كاع ما كنتوا هنايا. اذا هو خلى الدقيق المدعم وجا انتقم منكم في العقار ديالكم في الارض ديالكم اللي كان تصرفوا فيه. ولاحظنا بان واحد الشاهد كيشهد فيكم نتوما وكيعاود يشهد في هذا السيد هذا. هذا نفس الشهود اللي شاهد على هذا اللي شاهد علينا حتى احنا. واش خدمته هي الشهاده وصافي؟ الشهاده صافي، هذا هو. اخواني اخواتي، تحياتي لكم من اقليم شيشاوه الى اقليم الصويره، وبالضبط جماعه اقليف قياده تمنت باشويه ايد داود. وما ادراك ما ايد داود. الناس ديال حاحه حتى هما كيعيشوا مشاكل، كيعيشوا معاناه، كيعيشوا ظلم. واقليم صويره ملي تسمعوا اقليم صويره، اقليم تيزنيت، اقليم شيشاوه، اقليم تارودانت، انا لا اعمم، ولكن هذه الاقاليم معروفين بالشهاده ديال الزور. وفي السنوات الاخيره القضاة ديال هذه المحاكم اعتقلوا بزاف ديال الشهود ديال الزور كي يكونوا عبره لمن لا يعتبر. هاد الناس مساكن اللي كيعيشوا في الاقليم ديال الصويره عايشين الظلم، الحقره، التهميش. حنا حمدنا الله وشكرناه، بلادنا زينه الحمد لله، ولكن كاين واحد شويه ديال الفساد وشويه ديال الظلم، خاصنا نتحدوا باش نحيدوه. الانسان كتكون عنده الارض ديالو وارثه الوالدين ديالو بخير وعلى خير، حتى كيهجموا لك على الغله ديالك، كيصنعوا لك قضيه، عندهم الشهود ديال الزور، عندهم كل شيء. واملنا كبير في القضاء ديال بلادنا وفي النزاهه ديال القضاة ديال بلادنا انهم ياخذوا هذه الملفات بعين الاعتبار، لان الشهود ديال الزور طغاو بزاف، ولو انهم كيأدوا اليمين القانونيه، ولكن كنتمناو الاجتهاد ديال القضاء ديالنا باش يحد من هذه الظاهره ديال شهاده الزور اللي كتخرب عائلات وكتسبب في مشاكل اللي كيعيشها المجتمع المغربي. مثلا هذا الشخص هذا شاهد فيه واحد بالزور، ملي سال معاه الشهاده ديال الزور مشى شهد في هذا الاخر، شهد في الملف ديال هذا بالزور في الاقليم ديال الصويره وعاود شهد. يعني ان هذا السيد هذا حنا راه قرينا الاسم ديالو هنا، ولكن لا داعي لذكر الاسماء. كاين الاسم ديالو انه شاهد في هذا وشاهد في هذا، يعني كاينين اشخاص بعينهم المهمه ديالهم والخدمه ديالهم هي الشهاده ديال الزور. هذا السيد هذا عنده الارض ديال والديه من سنه 1957، ولكن للاسف شي وحدين تما الارض اللي بانت لهم كيبغوا يستعمروها وكيبغوا يدخلوا ليها. واش هادو باهم كان شيخ مع الاستعمار؟ اييه. ودابا ملي دويتوا نتوما على الدقيق المدعم وقلتوها للقايد قال لكم غادي نحيدكم من الارض. قلنا له الدرع حنا عندنا الوثائق ديالنا الا عندك شي حاجه. وللاسف هاد القضايا وهاد الشكايات الكيديه تثقل كاهل القضاء. كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو يدخل لنا في هذا الموضوع هذا، الله يرحم لك الوالدين. او استاذ وصل لنا الرساله ديالنا، ناديو الداخليه السي الحموشي يدخل لنا في هذا الشيء. الا كان هذا الشيء ماشي حقيقي نمشيو حنا للحبس كاع.
وحنا الحمد لله. شوف الله ينصر سيدنا. وكاينين شرفاء لا في القضاء ولا في المؤسسات الامنيه ولا الادارات والمؤسسات ديال الدوله، الحمد لله كاينين شرفاء، والرساله ديالنا موجهه لهاد الشرفاء. وان شاء الله هذه غادي نعطيوك الارض، راه مصور وكل شيء. قسموا لينا حنا فيها الحيازه. واش الحيازه كتقسم بالعواد وبالصباغه؟ واش الزباغه راه انا واش كتدي الارض؟ وراه عندنا ما يفيد عن في وادير ملي كاين الفيروس كنت تما وقيد لي على الاولاد ديالي، على الاولاد ما قيدني انا حتى الاخر قال لي هجمتي تنفذ. عاد ملي جيت ثلاث الخطرات من اكادير للصويره، قال لي راه ما خدامش في المحكمه ديك الساعه، ما خدامش كاع. اذا هو ما عنده حتى شي حاجه كتبت، ما كتبت ليه حتى شي حاجه. وعندك اوديوات؟ وعندي اوديوات ديال خو قال لك انا راه بعت لك البقعه الفلاني، راه انا كنتسال فيه حقي، راه عطيتك التسليم ديال الورثه بانه هو يعني خوه مزيان اللي باع وشرى معاك، الله عمرها دار. الوراق ديالي كيشهدوا عليا بانه راه بعت لك. هو الا عنده ما يثبت قال لك يجبدها، ماشي يجي قال لك كيديروا غير الفوضى والبلبله، حشومه عليهم والله الا حشومه عليهم. الارض ديال الناس استاذ، واخا راه كاين القانون كاين القضاء. دا لينا الارض دار ليها الصباغه وخوه شاهد عليه. انا عندي الشهاده ديالي بلاتي. واخويا يعطوكم اتساع ويعطوكم حقكم واش بغاو عندكم هاد الناس. هذاك الاشهاد ديال من ديال خوه ها هو كيشهد بان البيع والشراء داز بينك وبينه بخير وعلى خير. لا هذا كيشهد مجور معايا هذا السيد. هذاك السيد مجاور معاك؟ خوه اييه لعمي هكاك. هذا غير شهد شهاده الحق، شهاده ديال الحق. انا حقي راه بعتو لعمك حتى انا. وعلاش اخويا كيديروا لكم هاد المشاكل وهاد الفتنه وهاد؟ هو علاش خصك تهبط الراس. يهضر معاك خصك تعبدو، خصك دير ليه اللي بغى. ما درتي ليه اللي بغى كيدخلكم في المتاهات والشكايات الكيديه والشهود الزور. هو راه الشيخ اسيدي، راه ما يمكنش تجيب واحد من القبيله يشهد في الشيخ. واش غادي تشهد في الشيخ؟ باقي الناس تما مساكن. لا اسمح لي القانون المغربي ونشهد في اي واحد كما كان المسؤول. راه خايفين. لا اسمح لي واش الشيخ عاطيه الدوله الصلاحيات؟ والله العظيم وتجيبوا الصمته يا ما تعقل عليه الدوله بالله يا تيعاقبوه. وهذا السيد حنا كندليو بالوثائق كيقول لك حنا جيبوا الشهود او ديرها حنا الشهود. انا كيبان لي المواطنين عندكم السكان هما اللي كيصنعوا هاد الناس، وهما اللي كيصنعوا هاد الناس اللي كيظلموهم، وهما اللي كيسكتوا على الحق. اسمح لي راه هادشي اللي كيوقع عليهم ربما كيستحقوه. بخير يا استاذ. حتى من واحد الباب كنقولوا الله يحسن عوان القضاة الذين يفصلون في عده قضايا كثيره بزاف، ولا دخلت عليها الشكايات الكيديه، وهذا بغى الخدمه في هذا، وهذا داير الشهود ديال الزور، فهذا الكم الهائل يثقل كاهل القضاة والمحاكم ببلادنا. اذا غادي ندوي مع هذا السيد هذا اللي غادي يعاود لكم الشاهد ديال الزور اللي شهد فيك. هو اللي شهد في هاد الناس. ديوسنا عميت جا هو وولادو. ديوسنا عميت شاهدني في اللافيس الزور يساورا تصرف جيب باغا مثلا الملك الجسد تصرف يصغى جدي اي صغان اي اللي يصغى الملك الجسد تصرفيات المده الزيف اللي يجي خباز يسكرسين الشهود الزور فوق خباز يسايس الحبس اللي اختي سوكا الحبس قيد غاسنا رسول دار نتا حكمني الداخل التي كسيني داخل الملك سكر الناقد يريد الحكم ان الحكم ولا يجول ماشي اسم الملك يسمى استفرط الجرح انت ريتني بوضي يوسع عميسي لا بوضي انت تصرف بوضي ورجيتي اللي انت هاكا ورجي غير تجاور الا ندار شي خباز نص دار يوسع عميس تجاور ندير انت ورجي غير تجاور دارك الرسوم منك دارك كلشي لا الرسوم اللي صغا جدي ولي صغير الوالد ورصغي غنكي ما لقيتي تصرف هاي اللي غيموت يفلا غدي سير هذا اختي سكرت كران الشكايه ولا سكر الشكايه يهجم الفرسمه ما نقول 2006 غيهجم الفرسمه غيزنزل الفرسمه في الملكه يزنست نفتون حصارة باعوا هذيك باعوا الظالم يبي الفرسمه يبيت يويت صافي يريد يا ويلي دغيا ويتي شي دار ما سوا شان
حشماتني داخل المحكمة الشهود نزور دوري زول حشمات المحكمة السين الشهود نزور. انا شريت عند خو هذا السيد هذا الشيخ ديال البلاد. هي شريتي عند خوه؟ شريت عنده، خو جاب لي القسمه، شريت عنده في 8/1/2007 شريت عنده بالكونترات ديالي بالمسائل ديالي، ومشيت سجلت، وكان استغل هذاك الارض ودرت به الحيازه بالفلوس ديالي، خسرت فيه شحال ديال الفلوس. جهزتي الارض جهزتو قديتو، الوالد راه كان فيه. يعني هذا السيد هذا كيتسال فيه النصيب ديالو تماما. يعني هو اللي كان فيه كي يستغلوه من قديم الزمان، ملي قسموه هما بيناتهم ما عندهم حتى شي وثيقه بانه هو راه هذاك الملك. غير جا عند الوالد قال لي اودي راه هذا الملك ديالنا وهذا راه ديال الوالد. قال لي اودي مرحبا، انا راه الملك ديالكم، راه كنتصرف مع الوالد ديالكم، ما جيبوا لي القسمه ديالكم بان راه ديالكم. فهمتي؟ جاب ليه القسمه، قال ليه راه غادي نقسموا انا وياك نص، ولا خليه لك الا بغيتي، خليه لك، خلص لي نص ديالي. قال لي الوالد اودي راه ما عنديش باش نخلص لك. قال لي قول لوالدك يخلص لي هذاك النص اللي عطاوني الورثه. فهمتي؟ المهم اللي عطاوه هذاك النص جا عندي، مشينا تكاتبنا تقالينا، سولنا الشيخ هو في السلطه، قال لك اودي حنا مقاسمين، حنا قسمنا كل واحد يبيع ديالو، وراه شريت عنده. راكم سمعتوا لهذا الدراوش، هاد المواطنين اللي من اقليم الصويره منطقه حاحه، جماعه ديال اغليف، قياده تمنت باشويه ايد داود. الله يجازيكم بخير. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لاش هاد المشاكل، ولاش هاد النزاعات، ولاش هاد الانتقامات، ولاش هاد الترامي على اراضي الناس، على املاك الغير. راه كلنا غنموتوا، حتى واحد ما غيدي معاه شي حاجه. راه الدنيا ما ديال حتى واحد، اللي جا كيتصرف واحد شويه وكيمشي في حالته، ما كيدي معاه الا الافعال والاعمال ديالو هي اللي كتمشي كتشهد عليه في القبر ديالو. هاد الناس هادو في المنطقه ديال الصويره مساكن دراوش. واش هاد الناس مساكن غادي يبقاو العام اللي جا ساكنين في المحاكم؟ وكنتمناو الطرف الاخر ان كان لديه ما يدلي به او لا عكس ما جاء على لسان هؤلاء المواطنين فمرحبا به. وحتى الا كانت عنده معلومات ما توفرتش لينا او لا عكس ما جاوا به هاد الناس فمرحبا به. القناه ديالنا مفتوحه لجميع الاطراف.